قول لي موقف اتعرضتي فيه للظلم. في الكورة. لا مش هو في موقف، خلينا في الكورة عشان ما احنا انا ما شغلتي كورة. مش الموقف بتاع كأس عالم مع كوبر. اوكي. اتظلمت، وكنت انا الفترة دي كنت مش عايز اقول احسن واحد في مصر، بس من ضمن احسن ناس في مصر. واتظلمت علشان هم خدوا حد مكاني مجاملة وبعدين الحمد لله يعني بعد ما رجعوا والناس من بعض من الجهاز قالوا ان اللي اتظلم كان وليد سليمان. وانا فعلا الموضوع ده مضايقني جدا، ان انا حلم اي لعيب يلعب كاس عالم مع منتخب بلده وانا اتحرمت منه بسبب اقول ربنا ما كانش رايد، بس بسبب ان هو في هم الاول في الاخر جاملوا ربنا. جاملوا لا جاملوا حد مكاني. انا ساعات بحس ان في حاجات في الكوره وجهه نظر، يعني احنا المدرب ما تقدريش تراجعي ولا تقدري تقولي انا لي قصدي نزل العلاقات ايه ولا هتيجي تعمل. في وقت وهتقف، يعني مش هتفضل الكرة فيها، يعني واحد عندك هيجاملني مش الموهبه، هيجاملني كتير. العلاقه مش يعني هتكمل. دايما احنا بنقول في الكرة عندنا الملعب ده جهاز كشف الكذب. هتفضل الجمهور نفسه مش هيتحمل.